بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا به وسهلا بكم حبايبي، ورجعت لكم بروتين جديد من روتين حياتنا اليومي. وبهاليوم كنت دا أسوي كبة، طلبوا مني البنوتات فرادوها بصدر الدجاج. ثرمت صدر الدجاج وخليته على الطباخ، بس ضفت له زيت شوية ملح وفلفل أسود وكاري المختار، ومرات أخلي له كبابة هم، بس ما عندي كبابة اليوم فما ضفت. وجبت صينيتي والخضار اللي أخليها للكبة، وقعدت قبال التلفزيون. كنت ما أعرف بداية انفلاونزا، يمكن بلاعيمي ونشلة، ما كنت يعني أقدر أبقى واقفة على الكاونتر أو على سطح العمل بالجزيرة، فقعدت بالقاع مقابل التلفزيون. وهنا دا أقشر البصل وأثرمه، والخضروات أحب أثرمها دائما بإيدي، رغم عندي محضرة طعام أو المثرمة الكهربائية، بس ما أحب أثرمها بإيدي، لأن إحنا أصلا عائلتنا قليلة وما أسوي كمية كلش كبيرة، يعني يزود منها كمية هيك لا بأس بيها، خليها بالمجمدة، بس ما أسوي كميات كبيرة دائما. كل ما نحب نسوي كبة أسويها جديدة. فما أكثر يعني بالكمية الكبة. أنا دا أثرم البصل وأخليه أضيفه صدر الدجاج. هنا نظفته بعد ما حمس الدجاج، قلبته شوية ورجعت لصينيتي وجبت بوتيتا. يعني أكو هواي ناس ما يضيفون بوتيتا، بس أنا أحب أخليها بالحشوة، يحبوها بناتي هيج. وأكثر الأوقات يطلبوها مني، يعني يقولوا ماما سوينا حشوة كبة ونسويها لفات عشاء، فيحبوا هاي الحشوة كلش، يعني ويا البوتيتا والصدر الدجاج والبصل والكرفس. فهنا أنا أقشر البوتيتا ورحت غسلتها أو ما غسلتها يمكن، قعدت أثرمها. البوتيتا بس أقليها وأضيفها للحشو، يعني ما أخليها تحمس ويا الحشو، لا أقليها شوية وأضيفها للحشو. وأخلي كشمش هم يحبونه، يعني عائلتي يحبون الكشمش ويا الكبة هواية، فأقليهم اثنيناتهم وأضيفهم للحشو. أنا رحت للسنك دا أغسل البوتيتا، والمطبخ الحار لازم أذوق. قليت البوتيتا مثل ما شفتوا، وهنا بعد ما جهزت الحشوة قعدت ألف الكبة. أحب ألفها هيجي رقيقة، يعني ما أخليها بيها ثخن. والتمن كل شي ما ضفت له. هنا طبعا رجعوا بناتي من المدرسة، فدا أقلي لهم، يعني أجهز عفوا الكبة وأقلي لهم إن شاء الله للغدا. مثل ما قلت أني أكو ناس أضيف بيض، أنا هم كنت أضيف بيض للتمن أو بوتيتا أسلق ويا التمن، بس ما تحتاج كل شي، تطلع مقرمشة وتطلع كلش طيبة ولا تنفل أبد. فمرات أضيف مرات ما أضيف. هنا أنا كل شي ما ضفت، بس التمن والملح والكركم. والكركم أجيبه أني أطحنه بالبيت. لا أشوفكم شلون لفها. شوية كانت قوية يعني التمن، فشوية عجنة بإيدي، يلا أبدي أشكلها.
كالمعتاد يبقون يحوصون يمي، ما راحوا بدلوا إلا يبقون يفترون شوية جوا وبعدين يصعدون يبدلون فوق. ما أدري جهالكم هم هيج يتعاجزون يصعدون، يبقون يفترون ملابس المدرسة إلا صيح عليهم مرة مرتين يلا يصعدون يبدلون. الحمد لله والشكر يا ربي، الله يحفظهم لنا ويعطيهم الصحة والعافية يا ربي. يحبوها على قولتهم هاي الصواريخ شعب عراقي فكرته كله بالأسلحة، وهنا هاي صحن الدوار المدورة، يحبون ماما شكلنا هيج. الزايد من التمن حتى لا تصير يعني تمن بيه سخن أشيله. وهنا مثل ما تشوفون سويت لهم على قولتهم الصحن الطائر. كملت هاي الصينية، والصينية الثانية همين خليتها، وهنا دا أحضر الزيت للتقلى. بعد ما يحمى الزيت أكيد يحمى زين يلا أضيف الكبة. هنا كلش تعبت يعني أحس بعد ما أقدر أوقف، كملت لهم الكبة، صبيت لهم الغدا وصعدت نمت صراحة لأنه تعبت كلش، عفت المواعين كلها. ما تنفل يعني تشوفون الزيت حتى مو هواية، مو كلش عميق يعني، بس يعني ما تنفل. أهم شي يكون الزيت حامي وتصير مقرمشة وكلش طيبة. طبعا بعد ما رحت نمت نومة زينة، يمكن بالخمسة قعدوني يلا، فنزلت رأسا على هوسة المطبخ دا أغسل المواعين وألمها. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله على الصحة والعافية. يعني البيت الحاجة اللي تعوفيها بمكانها ما حد ما يشيلها إذا ما تجين أنت تشيليها. دائما نقول يا رب الصحة والعافية، وقويني دائما حتى يعني أقوم بشغلات بيتي وما أحتاج أي أحد إن شاء الله. إن شاء الله الصحة والعافية للجميع يا ربي. ما أعرف أنتم هم مثلي يعني تحبون عادي غسل المواعين؟ خليتكم شوي تستمتعون بغسل المواعين وياي، دا تشوفون الكميات المواعين اللي موجودة على السنك. الحمد لله. المهم خلصناها والنوم، بدينا بشغلات العشاء. ايش تريدون عشاء؟ قالوا أريد عشاء خفيف. أكيد عشاء خفيف لأن أنا أصلا ما بيا حيل أسوي فد شي طبخ مرة اللخ، فسلكت لهم بيض، قليت باذنجان، وهم قليت لهم الباقي من الكبة. أنا دا أحضر الباذنجان، باذنجانة واحدة مو هواية لأنه الجهال ما يأكلوها بس أبوهم وأني. وعشان برعاية البيض طماطة وبيض حسب الطماطة البدالية خانم، وبيض سليق، ودمتم بخير وسلام.